هنعمل مع بعض النهاردة الفسيخ في البيت بكل سهولة. ليه تشتريه من بره بسعر خيالي جدا؟ هنعمل من سعر كيلو فسيخ، بس هنعمل 3 كيلو فسيخ في البيت. يعني لو هتشتريه من بره ب500 جنيه، انتي هتجيبي بال500 جنيه دول 3 كيلو بوري، تعملي بيهم 3 كيلو فسيخ او 4 كيلو فسيخ، على الاقل قوي 3 كيلو. هنعمله في البيت بكل سهولة بشوية تكات بسيطة جدا، يطلع معاكي اجمل فسيخ ممكن تاكليه، واحسن من بره بكتير. تعالوا بينا نشوف احنا عملنا ازاي. انا خليت الفسيخ ده على مرتين اتنين، يعني انا جبت مرة كيلو ونص بوري وكمان كيلو ونص بوري. تمام. الكيلو ونص دول كان سعرهم يعني يتراوح في الحدود. هو كان الكيلو 130، يعني الكيلو ونص دول كان حوالي مثلا 200 جنيه. تمام. بتختاري السمكية اللي كبيرة جدا، لو تقدري تجيبي حتى البراية كيلو واحد، لو المكان اللي انتي بتجيبي منه متاح فيه الكيلو يعمل براية، يبقى كويس جدا. لو عرفت تجيبي البورية تبقى حجم كيلو. هنا بقى بنبص بقى ايه، نخش المرحلة تانية. اهم حاجة البوري بتاعنا يكون صابح، ما يكونش اللي هو محطوط عليه تلج وكده يعني. تجيبيه من مكان موثوق فيه. بعد كده بغسله كويس قوي تحت الحنفية بمية فترة، مش مية ساقعة قوي. وتبدأي ان انت تسيبيه على الاقل 6 ساعات يتصفى، صفي كل المية والمية والدم اللي فيه. وهنا تاني بقى بنجيب ملح خشن من عند العطار. والتكه بقى الاخرانيه، ان اهم حاجه ان احنا نجيب ورق استرتش. ورق الاسترتش بيطلع الفسيخ بتاعك مزبت وبيبقى كده سايح خالص. مش عايزه اقول لكم يعني يطلع معاكم زبده. دي تكه برضك لازم تبقوا واخدين بالكم منها. مش شرط اكياس، لا، ورق الزبده بيحكمه اكتر ويخليه له يبقى مستوي اكتر. هنا بقى انا زودت ملح شويه، انا عايزاكم تقللوا الملح، بيبقى خشن برضو كمان بيدي يعني بيحدق الحاجه كويس. فما تزودوش ملح كتير عشان ما يبقاش حادق. انا زودت الملح شويه، بس عادي قبل ما جيت اكله حطيته في الميه قبلها بساعه والملح نزل منه. هنا انا ال3 كيلو عملتهم على كيسين. كل كيسه كده فيها 4 بورات زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. وهبدأ ألفه. أنا جبته قبل العيد بحدين، يعني بالظبط بأسبوعين اتنين. ولفيته بالشكل ده، ورق استرتش كويس جدا. يعني عايزه اقول لكم يعني عشان ان هو يطلع يبقى زبده وحلو كده، على الاقل بتلفيه مثلا يعني مش اقل من 5 6 لفات كده زي ما انتم شايفين. وابدا اجيب كيس واحطه. ده اللي انا كنت عاملاه قبله. ده اللي كنت عاملاه قبل الكميه دي. يعني انا جبت مثلا كميه في اسبوع وعملتها، وعملت كميه تانية في اسبوع تاني. هنا بيبدا ينزل ميه، شوفوا زي ما انتم شايفين كده. كان بقاله اسبوع كده بالظبط. حطيت كله كده مع بعضه، وحطيته في مكان ما يكونش فيه شمس ولا اضاءه خالص. ومثلا يعني في ضلفه في المطبخ، اي حاجه تكون قديمه عندك. تمام. انا المهم جيت بعد كده ايه، خلاص يوم العيد بقى ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين. فتحت عليه كده زي ما انتم شايفين. هبدا ان انا افتح على الجريمه بقى. عايزه اقول لكم ان انا كمان ما صبرتش وفتحت في رمضان. دقت واحده كانت حلوه جدا من كتر ما هي حلوه قوي. كلنا اتنين انا والولاد وكده. كل الشعب المصري بيحب الفسيخ، هي اكله اصلا بتموت، بس مفيش فايده فينا، احنا بنحبها جدا. هنا ما كنتش عارفه اقص بالمقص خالص، ايدي مش محكمه اللي انا اعرف اقصه. عايزه اقول لكم بجد هتتفاجئوا بالمنظر، والله شكله حلو قوي وطعمه جميل. مفيش فيه ريحه زفاره خالص اللي احنا بنشمها في اللي عند الفسخانيه. حاجه تانية خالص بجد. وحاجه ببيتك نظيفه، ولا دبان بقى ملموم عليها، ولا عارفين الفسيخ بيتعمل ازاي. ده حلو جدا. وكمان بتعملي بسعر كيلو كميه كبيره. انا ما شاء الله عملت 3 كيلو بسعر كيلو فسيخ بس. هنا نبدأ نفتح. عايزه اقول لكم كان طالع زبده، زبده كده. ببدأ اقص بالمقص زي ما انتم شايفين كده. عملنا اكله بقى تاني يوم العيد عند مامتي بقى، كانت اكله جامده جدا. وده شكله، شايفين قد إيه شكله بامبا جدا. اتمنى يكون عجبكم. اعملوا الفسيخ بالطريقه دي، بيطلع سهل قوي، بيطلع في الاخر حلو قوي.